راح تشوفوا مني عمل جديد باليوتيوب مع شخص راح تتوقعوا مين هو. شخص كان قديم بحياتي، راح نرجع انا وياه ان شاء الله. ما راح تتوقعوا، ما راح مستحيل تتوقعوا بيوتيوب ان شاء الله هالفترة. تمام. وكمان راح نرجع محتوى جديد، بس لأتعافى شوي وأضبط أموري. كثير أمور رحت. أنا ما أقصد طارق إنه شخص راح يرجع بحياتي ها يعني. أنا بعرف كنت تقصد لا غير، مش أنا أحمسكم، مو بس طارق. المهم، راح أبلش يوتيوب، راح أبلش كثير أمور. خلاص، أي حدا أنا مسوي معاه مشاكل قبل، إذا بلاقيه بالشارع بألمانيا ولا وين ما كان، صدقوني صافي قلبي تجاه أي حدا. ما عندي مشاكل، ما عندي أي حقد تجاه أي حدا. بعرفكم كلياتكم عم تشاهدوني، حارتنا ضيقة وبنعرف بعض، بعرفكم كلياتكم. أنا ما عندي مشكلة مع أي حدا، بتمنى تنهوا الموضوع. خلاص بدنا نشتغل. شوفوا جماعة دبي كلهم لامين على بعض، كلهم يساعدوا بعض، ويوتيوبرز ويقدموا شيء حلو كلياتنا. شوفوا سوريين ولا عراقيين بألمانيا مبدعين كلياتنا، عرفتوا؟ كلياتنا انفلونسر وعندنا جمهور، بس ما بنعرف نضبهم. فيا ريت اكون انا اللي يقدر يضب هذا شو اسمه. فراح تشوفوني اول ظهور مع شخص كثير مشهور هون بالمانيا، شخص كان بحياتي. هلا اسبوعين يعني، لا اسبوع، بوعدكم اسبوع. تمام. وكمان بحب اشكر 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 شركة الانتاج نوري ميديا على تقديمهم العمل اللي راح تشوفوه إن شاء الله برمضان. راح أكون أنا بطولته، راح تشوفوه بالقنوات التلفزيونية. وأخيرا تحقق حلمي وروح أمثل، وجتني فلبنان. أنا قادم، ما راح أحدد الموقع إمتى يعني بالضبط، لكن أنا قادم. وقعت مع شركة الإنتاج نوري ميديا، وهي صارت المانجمنت تحت إدارتها. وراح تشوفون إن شاء الله بمسلسل على التلفزيون، تمثيل حي مو تمثيل تيك توك. ونروح وخلاص كل واحد يشتغل حاله. هاي كل الأمور اللي بدي أقولكم إياها. فما ظل عندي أي شيء، ما ظل عندي أي